اجمل مباراه في البطوله قد تكون مباراه الاردن والعراق، واللي انتهت بفوز المنتخب الاردني ب3 أهداف مقابل هدفين. لا انسى بارك لي اخوي محمود شلبايه، واقول هارد لك لاخوي ليث، ولكن الكلمه عندكم. عندك محمود. اول شيء الى الحاله اللي المثيره للجدل، وهي حاله طرد ايمن حسين، هل يستحق الطرد ام لا؟ طبعا الطرد صار عقب ما سجل ايمن الهدف الثاني، هدف التقدم لمنتخب الاردن. هل هذه هي بس دقيقه، شوف سوي كذي سوي كذي، ايوه عشان ما حد يتصل فينا. لا لحظه، سوي كذي. ما يدي اخوي، ما ادري وايد قافل تليفونك انت. ايش تبغي انت يا ابي الصوره. انا حالتي انا ابو جاسم، هل هذه هاي وحاله التعمري على ايد جلال، هل هاي سبب الطرد يعني او الانذار الثاني ام لا؟ عموما نفس لكم الحركه. لكم مطلق الحريه، ترى على فكره الاثنين نفس الحركه. نعم. الان عبد اللطيف، ايش سبب طرد ايمن حسين؟ لانه رجع عمل الحركه اللي هو عملوها لاعيبه منتخب الاردن. ما سمعت. رجع عمل نفس ما عملوا لاعيبه الاردن. يعتبر مخالفه؟ طبعا مخالفه. محمود، أنا بعرف. اعتقد انه سواها داخل الملعب، يقول لك سواها خارج الملعب. اذا ما انت عنده حتى تقول قيمه داخل الملعب ولا خارج الملعب. سوء سلوك واعتبار. كابتن منذر قلت بجوز اخر الوقت. نقطه نظام. اذا محمود شلبايه يقول لانه هو عمل نفس نظام الاكل وقد يكون فيها نوع من الفتنه مع اللاعبين المنتخب الاردني والجمهور، واثنين يقول اخر اللعب. احمد كانو. والله ممكن خالف لانه عنده كرت اصفر، فروح مع الحكم يعني. شنو؟ كرت اصفر يستحق. على ايش؟ على الحركه اللي سواها اعتبرتها حركه المنسف. إيه. او انه اكله، هو ما قال انه قاعد اكل المنسف. محمد سويلم. ما ادري والله. حكى ما ادري. من قال لا اعلم فقد افتى. نعم صحيح. ليث. كابتن يعني الحكم قد يكون على ايضا موضوع الجلال مع التعمري اللي داس على وجدتي هاي الثانيه، فاكيد المدرب كان اشكاله على هاي الحالتين او بعض الحالات، لكن بحاله ايمن اعتبرها تاخير وسوء سلوك، هذا اللي اعطاه الانذار وطرده. فاعتقد بها مبالغه. فيصل. خالد، انا مش مع الحكم في حاله الطرد. انا ما اشوف فيها، اذا كان على التاخير الحكم اليوم في عنده وقت اضافي يقدر يسوي، بس انه ما اظن ان فيها. مش متفق مع الحكم انا. مش مقتنع ان موضوع ان الاكل او يعرف الاكل هو الحكم؟ انا ما ادري، هو حكم. في فرق، ايش درى في الاكل؟ شو ونفس الاحتفاليه احتفلوها المنتخب الاردني ثم قبل ما عليه. ناصر. طيب شو يقول كابتن منذر؟ انا شفتها قاسيه، يعني نفس الحركه قاموا بها اللاعبين الاردنيين. نعم. يكون في شيء ثاني احنا ما شفناه ما نعرفوش، لكن شفتها ورقه صفراء ثانيه قاسيه. قاسيه. ناصر. انا اشوف انه نفس الحركه اللي عملوها لعيبه الاردن، فهذا يعتبر يعني سوء سلوك هي اول شيء، ونفس الحركه انت عملتها يعني استهزاء فيهم او شيء من هذا القبيل، وسواها جهه ناصر. هو المشكله عنده كرت اصفر كان قبل. هو لا شوف، هو في كرت ولا دائما هذه دائما، حتى احنا لما نلعب نروح جهه مثلا الجمهور المنافس تحتفل يعطيك كرت اصفر. طيب الجمهور شو يقول مايد؟ خالد اطلب انا قبل اتكلم من المخرج ما شاء الله، هذه اللقطه اصلا ايمن كان فاول له 100%. هو احتج على ان الحكم ما اعطى انذار، فاعطاه انذار غير مستحق. رجع اللعبه الاعاده، في فاول على العرب، دخول قوي على كتف على ايمن، من حقه انه كان ياخذ فاول ولم يحتسب له. يا ليت يرجع الحكم. شوف يعرب الان يضرب على بالظهر او يتكي عليه ودفع في فاول 100%. شوف الان ما لمس الكره، شوف فاول 100% صحيح لايمن. زين. ما حسب له، ايمن احتج اعطاه انذار. فالحكم يعني انا اعتقد انه حط في تفكير ان ايمن مشاغب او حاجه. الطرد خالد غاسي ما له معنى. حكم قانون ما طبق الركن الرياضيه، لان في حركه الان هنا صارت قبل وهذه صارت داخل الملعب خارج الملعب، ونفس الحركه. اذا في استهزاء من الطرفين، اذا في تاخير لعب، في تاخير من هاي. ما دام اللاعب يعني احنا الحين اللاعب لما يرتكب فاول يعني يضرب برع خط المرمى، خط التماس، نقول والله هي ما في، انا بس احكم داخل المرمى. الحكم سيد الملعب كامل داخل وخارج.
فما قام به ايمن الان البعض يبرر انه هو داخل ولا خارج، هذا مش مبرر. اذا مستفز، اذا الفريق، اذا اللاعبين العراقيين ومن حقهم الاردنيين عفوا من حقهم يحتفلون. اذا ما اعطاهم انذار، اذا ما تعطي هذا الانذار، قرار قاسي جدا حقيقه. ممكن عشان نفس الحركه ابو محمد. ومع ذلك اوجه ايضا رساله حق ايمن ان انت المفروض يعني ايضا تحاسب كثير، لان عليك انذار قبل المباراه بس هو ما سوى شيء ما يعني يحاسب ايمن مهما كان يحاسب، يعني كان بامكانه يتفادى الاحتفاليه. فاز 3-1، المباراه ما خلصت، باقي انت طلعت الدقيقه 77 ما زالت المباراه، احتفل ولا ترتكب هذا يعني تخلي الحكم يتصيد عليك. لكن انا اقول قرار الحكم خاطئ 100%. خالد تسمح لي خالد الله يحفظك دقيقه بس اتكلم عن جزئيه مهمه جدا. واحنا اليوم البرنامج دائما يدعم حقيقه المواقف الايجابيه. اليوم ايمن حسين ظهر حقيقه كلاعب مميز ومؤثر. نتفق على الأخلاقيات اللي يتواجد من خلالها ايمن حسين، لاعب عنده أخلاق عالية جدا، عنده حسن تعامل مع الآخرين. أتمنى حقيقة أنه هذا الموقف اللي حصل وبالتالي كان مؤثر بشكل كبير على المنتخب العراقي مما أدى إلى خروجه، فأتمنى حقيقة أن لا نقسو على ايمن وأن نتعامل معه بمعاملة فعلا بما يستحق حقيقة من خلال المعطيات. وأنا أقول في مثل هالجزئية أنه دائما نفكر العراق في المستقبل ولا نجعل أيمن حسين كبش فداية. عموما إذا كان في شيء خلف الكواليس ما في شيء خالد. يقول لهم أنتم صاحب منسف. إي بس يكلم من هنا، هو يكلم من هنا. مو هي ما ندري جمهور ولا جمهور الأردن. كناهم ناصر في فرق. إذا أنت مع جمهورك ما ندري هو مع مين. خالد على كل الملعب الجمهور مختلط. صحيح. يعني ممكن تلقي الكرسي هنا عراقي، الكرسي هنا أردني، الكرسي هنا عراقي، الكرسي هنا بس هاي مشكلة يا أبو محمد. يعني أنا أعتقد مش مستفز، يعني الحركة هذه عملوها هسه مش لازم يكون مختلط يا أبو محمد الجمهور. عموما الحالة اللي ممكن احنا نتكلم عنها مختلفين عليها هل هو بسبب تضييع الوقت؟ فإذا قلنا تضييع الوقت ما أدري، أو أن حركة الأكل ممكن الحكم اعتبرها استفزاز الخصم بعد ما ندري، أو اتجاه اللاعب والاحتفال جنب الجمهور، وهل هذه عليها كرت أصفر ولا لا أيضا ما ندري. لكن أعتقد أن هذه الثلاث أشياء اللي شفناها كصور قدامنا ما عليها شيء، لكن إلا إذا كان شيء خلف الكواليس وبناء عليه الحكم قام برفع الاشهار البطاقه الصفراء ثم الحمراء. حصل بطاقتين خالد، ايمن حصل بطاقتين صفر لا يستحقهم، سواء البطاقه الاولى اللي لا كان فاول واحتج عليه وايضا الفاول، حتى احتجاجي عادي ممكن الحكم يعني الاولى ابو محمد ما يستحقها. ما يستحقها. الاولى والثانيه ما يستحقها. الثانيه ما تدري ما يستحقها ابدا، ما يستحقها. الثاني حتى خالد الثاني حتى نفس الشيء. كرت الاحمر مو من السهوله انه يطلع. لازم الكرت الاحمر خالد في التحكيم، لازم الكرت الاحمر يكون اقوى من الاولى. هاي قانون تحكيم، يعني نص ان الخطا الثاني يجب ان يكون اقوى، يستحق اقوى من الخطا الاول. حتى الحكام ابو جاسم الحكم شوف حتى بالدوريات الاوروبيه من يريد ينطيك انذار يضحك، هذا حتى هو كانما مستفز او ضايج من هذا يبدو انه منتخب لاتيني، ما ادري مدرب لاتيني، ما ادري حكم لاتيني. كابتن ليث يعني حتى استرالي، هذا حكم ايراني استرالي خذ جنسيه استراليه. هاي حكم ايراني معروف يعني. خالد يعني شوف حتى ردة فعل ايمن من بعد الطرد تفاجأ، يعني اكيد مو على بالنا، يعني محمد يمكن ذكر بان ايمن كان لازم يركز بانه ما يعمل، بس انه نفس الوقت يعني ما تي على البال انه راح ينطرد. يعني ما اشوف ما فيهم، انا ما اشوف فيها شيء. لا يعني حتى مثل ما اقول لك الكرت الاحمر ما يطلع بسهوله. إذا تمكن المنتخب الأردني من اقتلاع بطاقة التأهل للدور الربع النهائي من كأس الأمم الآسيوية والتي تحتضنها دولة قطر،
وفاز المنتخب الأردني على منتخب العراق في ديربي عربي قوي جمع بينهما اليوم على أرضية ملعب استاد حمد الدولي. وكان المنتخب الأردني هو السباق لافتتاح حصة التسجيل في الدقيقة 6 من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني نجح المنتخب العراقي من قلب النتيجة حينما سجل في الدقيقة 68 هدف التعادل. وعاد أيمن حسين نجم المنتخب العراقي وهداف كأس آسيا ليسجل في الدقيقة 73 الهدف الثاني للمنتخب العراقي والسادس له في مشواره، إلا أنه تعرض للطرد بسبب احتفاليته مما خلق الجدل الكبير داخل الأوساط الرياضية، خاصة أن المنتخب الأردني احتفل بنفس الطريقة ولم ينل لاعبوه أي بطاقة صفراء، فيما أيمن حسين تلقى البطاقة الصفراء الثانية له ليطرد بعدها مباشرة. وتمكن منتخب النشامة من استغلال الفرصة على أحسن وجه ليسجل هدفين ويحقق الفوز، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 5 من الوقت البدل الضائع من الشوط الثاني. وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة وبتسديدة قوية تمكن المنتخب الأردني من حسم البطاقة التأهل وسط أفراح جماهيره ومدربه المغربي حسين عموتة، والذي قاد منتخب النشامة إلى هذا الإنجاز. وسيواجه المنتخب الأردني في الدور الربع النهائي منتخب طاجكستان والذي أقصى المنتخب الإماراتي، وتتواجد فرصة كبيرة لمنتخب النشامة لبلوغ الدور النصف النهائي من كأس آسيا، وهو الإنجاز الذي سيكون للمرة الأولى في تاريخهم.